انه بعد كل مرة انضرب فيها. حتى الحاجات الحلوة اللي كنت بشتريها بيها عمري ما اكلتها، كنت دايما بديها لهادي ابن عمي. هادي كان بيشتغل في الورشة اللي جنبي على طول، كان اصغر مني بسنة واحدة. هو كمان ما كانش احسن حظ مني، كان بياخد نصيبه من القسوة والضرب في الورشة وفي البيت كمان. لكن هادي كان بيصرخ وبيدافع عن نفسه، وكان دايما بيهدد انه في يوم هيرمي نفسه تحت عجلة عربية عشان يرتاح من الدنيا ومن اللي فيها. وكل مرة كان بيتعرض فيها للضرب كنت بديله الفلوس دي ونروح انا وهو للدكان ونشتري كل اللي هو عايزه. كنت بتبسط قوي وانا بشوفه وهو بياكل ومبسوط، وطبطب عليه واقعد اكلمه عن الحياة في المستقبل، وانها اكيد هتكون اجمل وهيكون عندنا الورشة بتاعتنا ومحدش هيضربنا تاني. هادي كان ولد شقي وشرس، كان بيفتعل الخناقات والمشاجرات دايما مع الولاد اللي في سننا، على عكسي تماما. كان شجاع وبيدافع عني دايما لما العيال تضربني، اما انا كنت بسمع شتيمتي بودني واعمل من بنها، لاني ما كنتش اجرؤ اتشابك مع حد او اضرب اي حد. حتى ما كنتش بقدر اساعد هادي لما كان بيضرب العيال اللي بتضايقني، كنت بكتفي بالفرجة عليهم وهم بيتضربوا منه، ده كان كافي ليش في غليلي